السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكاترة وصيادلة وإعلاميين الأزهر الشريف، النهاردة إن شاء الله رب العالمين هتكلم على أول حاجة بإذن الله في الإسلامك. نسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك The Noble Prophet الرسول صلى الله عليه وسلم PUH a blessing and peace of Allah be upon him، اللي هي صلى الله عليه وسلم. blessing and peace of Allah be upon him. ماله؟ said مرة قال no prophet will come after me، مفيش نبي ولا رسول هيجي من بعدي. only caliphs خلفاء فقط will succeed me، هما اللي هيتبعوني. رواه البخاري. in the 11th year of هجرة، في السنة ال11 من الهجرة سنة 632 ميلاديا، dark grief filled the Islamic nation. بيقول لك في ظلام وكان في حزن شديد filled the Islamic nation، ملأ الأمة الإسلامية due to the death of Prophet محمد، بسبب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. It was such a tragic loss، ودي كانت خسارة مأساوية to all Muslims، لكل المسلمين، especially the companions، خاصة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. May Allah be pleased with them، رضي الله عنهم. It was such a tragic loss، ودي كانت خسارة مأساوية to all Muslims especially خاصة the companions، اللي هم خلفاء الراشدين. That even some of them، بعض منهم refused to accept the fact، البعض رفض هذه الفكرة that the prophet، إن الرسول صلى الله عليه وسلم had passed away، توفاه الله. حتى سيدنا عمر قال من قال محمدا قد مات فايه سكلته امه، كانت امه كانت ايه تسكله، يعني تفتقده. with the death of the prophet، بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، the issue of succession اللي هي الخلافة بدأت بدأت تظهر. who would be the caliph now، مين دلوقتي اللي هيبقى الخليفة؟ Prophet محمد had no appointed on her to his position، الرسول صلى الله عليه وسلم ما اداش اي تعيين او ورث لهيز بوزيشن، للمكانه دي. soon after his death، بعد وفاته، some of the Arabian tribes، بعض من القوافل العربيه declared، بدأوا يعلنوا that their past with Prophet محمد، ان العهد بتاعهم اللي مع الرسول صلى الله عليه وسلم was of personal nature، ده كان امر شخصي، يعني كان دي معاهده ما بينهم وما بينهم ان هم يبقوا مسلمين. and apostatized، يعني ايه بقى apostatized؟ بمعنى اللي هم ارتدوا عن الدين الاسلامي. to make matter worse، وده خلى الامور اسوأ. some من بعض الرجال and even women، وحتى الستات started claiming، بداوا يعلنوا ويصرحوا prophethood، النبوه. بداوا يقولوا بقى، يطلع بقى مسيلمه الكذاب، وبدا كذا حد يقول ان هو النبي. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش أبو حد منكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، إنما هو الرسول وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، وربنا سبحانه وتعالى هو أعلم بكل شيء. محمد isn't the father of any of your men، محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش أبو حد من رجالكم. rather he is the emissary of Allah، ولكنه نبي الله and the seal of the prophet، وخاتم النبيين. and Allah has ever been all knowing of everything، والله سبحانه وتعالى هو عليم بكل شيء. thus the need for a caliph was urgent، وكانت الاحتياج إلى الخليفة كان شيء ضروري جدا وملح جدا. The prophet once said، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اللي هيعيش بعدي هيشوف اختلاف كثير، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. Whoever among you shall live after me، أي حد هيعيش بعدي will see much discord، هيشوف اختلاف كبير. thus hold fast، تمسكوا جامد to my tradition، لتقاليدي اللي هو سنته. and the examples of the rightly guided caliphs، وسنة الخلفاء الراشدين who will come after me، اللي هيأتوا من بعدي صلى الله عليه وسلم. the first four caliphs، أول 4 خلفاء of the Islamic State، للولاية الإسلامية، أبو بكر
عمر عثمان and علي رضي الله عنهم are known as the rightly guided caliphs اللي هم الخلفاء الراشدين. الكلام ده كان من سنة 13 إلى سنة 52. Their 20-year rule reign اللي هي الحكم بتاعهم اللي استمر 29 سنة started with the death of Prophet محمد. بدأ من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 632 ميلاديا when Abu Bakr took the title of caliph. لما سيدنا أبو بكر خد لقب الخليفة successor of the prophet خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم which ended with the association وده انتهى باغتياله أو باغتيال of caliph علي وده انتهت بخلافة سيدنا علي رضي الله عنه. Arabian Peninsula اللي هي شبه الجزيرة العربية as a Muslim state united بدأوا يتحدوا and extended وبدأت تزدهر وتمتد over a wide geographical area وبدأت الخلافة الإسلامية تمتد لمنطقة كبيرة جدا. It stretched out بدأت تمتد from the borders من الحدود of China من حدود الصين in Asia في آسيا to West Asia in North Africa لشمال أفريقيا all the way to Indonesia in Europe لحد إندونيسيا في أوروبا. The rule of the caliphs اللي هي الدور بتاع الخليفة in the unity of the Muslim state إن هو يوحد الولاية أو الولاية الإسلامية was critical كان شيء ضروري وحتمي as they provided a smooth transition لأن هيبدأوا يعملوا انتقال smooth في سلاسة كده after the prophet's death بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. They largely preserved his cause بدأوا إن هم يحفظوا على عهده and worked hard to get the Muslim state وبدأوا يوحدوا الولاية الإسلامية. They also introduced وبرضه يقدموا a novel administrative system نظام إداري جديد which was carried out اللي نفذ and molded to meet the needs of different circumstances عشان يلبي احتياجات الضرورية للظروف الضرورية by subsequent rulers عن طريق حكم أو أحكام مستقرة ودائمة. تعالى سيدي بيقولك great نقط filled the Islamic nation ايه كبير ملأ الأمة الإسلامية due to بسبب the death of Prophet محمد صلى الله عليه وسلم كان في حزن يبقى sadness. The need for a true leader الاحتياج إلى قائد جديد was substantial كان شيء ضروري وعاجل. كلمة substantial بتساوي urgent بمعنى عاجل أو ضروري. The reign of the rightly guided caliphs الحكم بتاع الخلفاء الراشدين ended with the association انتهى باغتيال of caliph مين؟ خليفة مين؟ علي كرم الله وجهه. There was no نقط ما كانش في أي إيه to the position of the prophet ما فيش أي إيه للمكان بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش في أي ورث. Some caliphs didn't survive a trial of إيه ما قدروش إنه ما ينجوا من محاولات association الاغتيال. After the prophet's death بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم Muslims so much إيه المسلمين شافوا إيه كبير شافوا discord تشتيت. The four caliphs introduced بدأوا الخلفاء الأربعة قدموا إيه administrative system نظام إداري novel جديد. No prophet مفيش رسول will come after the prophet محمد مفيش رسول هيجي بعد النبي صلى الله عليه وسلم only فقط مين اللي هيجي caliphs خلفاء. After Prophet محمد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم some men started بعض الرجال claiming بدأوا يدعوا إيه؟ يدعوا prophethood النبوة. The companions الرفقاء اللي هم الخلفاء refused to accept رفضوا إن هم يقبلوا مش الخلفاء اللي هم الناس اللي وراه the prophets إيه؟ الإيه بتاع النبي death كلهم رفضوا قصة إن الرسول صلى الله عليه وسلم مات. During the four caliphs reign أثناء الحكم بتاع الخلفاء الأربعة Islam إيه and spread widely الإسلام حصل له إيه وبدأ إن هو ينتشر flourished ازدهر. The first four caliphs أول خلفاء الأربعة of the Islamic state are known as معروفين إن هم rightly guided caliphs الخلفاء الراشدين.
After the prophet's death, بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم, some of the Arabian tribes, بعض القوافل العربية عملت ايه؟ apostatized يعني بدأوا يرتدوا. apostatized. The death of Prophet Muhammad, وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم, was such a to all Muslims. كانت ايه بالنسبة للمسلمين كلهم؟ كانت أكيد حاجة وحشة. tragic loss. خسارة وحشة. The reign of the rightly guided caliphs, الحكم بتاع الخلفاء الراشدين, started when, بدأ ايه؟ took the title of caliph. لما مين خد أول خليفة؟ طبعا سيدنا أبو بكر. تمام. هنتكلم بعد كده بقى على سيدنا أبو بكر الصديق بقى رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر عبد الله ابن قحافة was a senior companion, كان من الصحابة الأشراف الخلفاء الأشراف to the prophet اللي هو أول خليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. He was known by the honorific title, وعرف بلقب تشريفي اللي هو الصديق، لأنه كان يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء. Upon the death of Prophet Muhammad, فور وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم, many people refused to believe that the prophet had died. العديد من الناس رفضوا فكرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفى. However, ومع ذلك standing firm, وقف ثابتا as always, كعادته أبو بكر spoke to the confused crowd, بدأ يكلم الناس اللي واقفة مرتبكة, and reminded them that, وبدأ يذكرهم that the prophet was a human being, إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من البشر إنسان, and had passed away, وتوفى إلى رحمة الله, and there was no reason, وما فيش أي سبب for them ليهم to deny this, إنهم ينكروا هذه الحقيقة. He recited the Quranic verse, وبدأ يقرأ الآية القرآنية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. طبعا طريق الحافظ ومن ينقلب إلى عقبيه فإن الله. أنا مش حافظ فأنت بقى كمل معلش. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Muhammad was but an emissary preceded by emissaries who had already passed away before him. محمد صلى الله عليه وسلم رسل كتيرة ماتت من قبله. Will it be that? هل ده هيحصل if he dies or is killed أو توفى؟ You will turn on your heels, هتنقلبوا على أعقابكم. Immediately after the prophet's death, على طول بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم, أبو بكر who was unanimously, كان بالإجماع الكل accepted to be the first caliph, الكل وافق إن هو يبقى الخليفة الأول led the Muslim state ويقود الولاية الإسلامية. The caliph faced a number of uprising, وبدأ بقى يواجه عدد من الانتفاضات والثورات ضده during his reign, أثناء فترة حكمه. The most challenging of which, وأكتر حاجة كان فيها تحدي, was the apostasy wars, اللي هي حرب أو حروب الردة. When the news of the death of the prophet, لما وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم spread, بدأت تنتشر, some groups of people among the Arab apostatized, بقول لك بعض الناس من العرب بدأوا ان هم يرتدوا from Islam, من الإسلام. They refused to pay the obligatory alms, بدأوا ان هم يرفضوا يدفعوا اللي هي obligatory alms اللي هي الزكاة. Another challenge, كان في تحدي تاني, was that some men and women claimed prophethood, إن بعض الرجالة وبعض الستات بدأوا يدعوا النبوة. أبو بكر decided to fight them, قرر يقاتلهم كلهم, all to consolidate the Muslim state again, عشان يبدأ يوحد ويقوي الأمة الإسلامية مرة تانية. He held a war council, بدأ يعمل مجلس حرب at مدينة في المدينة as headquarters, كمقر for the mass campaign, للحملة الكبيرة against the apostates, ضد المرتدين, who alleged prophethood, اللي بدأوا يدعوا النبوة, and against those, وضد who refused to pay zakah, اللي هم رفضوا يدفعوا الزكاة, all over the Arab peninsula, في الجزيرة العربية كلها. These battles,
المعارك دي كلها which أبو بكر led اللي بدأ يقودها and conducted وبدأ إن هو يقوم بيها were the most crucial in the history of Islam. كانت أكتر شيء أساسي وضروري في تاريخ الإسلام. The spine of the apostates and those who claimed prophethood was broken. الادعاء بتاع الناس اللي هم كانوا المرتدين واللي كانوا بيدعوا النبوة خلاص was broken، اتحطمت. Some people came back into Islam. البعض منهم عاد تاني الإسلام. But other remained deluded يعني مضللين. In a few years وبعد سنين قليلة Islam triumphed. بدأ ينتصر الإسلام مرة أخرى and was seen and heard far and wide. وبدأ يتشاف ويتسمع من أماكن بعيدة جدا. One of the greatest achievements that Abu Bakr contributed to Islam. واحدة من أكتر الإسهامات اللي قام بيها الخليفة أبو بكر الصديق was the completion of the Noble Quran اللي هو تجميع القرآن الكريم. Although the Noble Quran was available in sheets على الرغم انه كان موجود في بعض الشيتس الاوراق and on parchments وبعض المخطوطات الجلدية اللي كانت ايامهم it wasn't collected in book form بس ما كانش مجمع في كتاب واحد. There were hundreds of memorizers كان في مئات من ذاكرين القرآن اللي هم الحافظين among the companion ما بين الأصحاب. At that time كان في ناس كتير حافظ القرآن. عمر suggested collecting the Noble Quran in a form of book. إنما سيدنا عمر هو اللي اقترح إن إحنا دلوقتي نجمع القرآن في كتاب. أبو بكر assigned بدأ يعين زيد بن ثابت to carry out the task إن هو اللي ينفذ المهمة دي. About 2 years بعد سنتين and 3 months بعد سنتين و3 شهور after being appointed caliph بعد ما عين خليفة at the age of 63 في سن 63 أبو بكر died توفاه الله. Before his death بس قبل ما يتوفاه الله he nominated بدأ هو بقى يرشح عمر بن الخطاب as his successor. هو بدأ يرشح سيدنا عمر كخليفة له. He was buried next to the prophet ودفن بجنب الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا في المدينة. It's reported that he didn't bequeathed any money واتقال ان هو ما تركش اي مال خالص. He left only اللي سابه a servant خادم a camel جمل and a garment عباية كده that he ordered بص سبحان الله he ordered أمر to be delivered إنها تسلم to his succeeding caliph اللي حتى دول يدوم لمين للخليفة من بعده. يعني معنى كده ما تركش حاجة لعيلته إلا الله ورسوله. ما أعظم. بقول لك things were happening too quickly الأشياء كانت بتحصل بسرعة and he was وهو كان confused محتار مرتبك. Note of the Noble Quran was one of Abu Bakr's achievements. الإيه للقرآن الكريم كان واحد من إنجازات سيدنا أبو بكر. يبقى completion تجميع القرآن الكريم. The person الشخص who has rejected their religious or political beliefs الراجل اللي كان يعني بيرفض المعتقدات الدينية والكلام ده is called كانوا بيسموه apostate. apostate اللي هو مرتد. He is not himself if he thinks انت ايه نفسك لو هو فكر ان it's going to be easy ان هيبقى سهل in fact it's difficult. واحد ده الموضوع ده هيبقى سهل بس هو اصلا صعب يبقى انا كده بضلل نفسي deluding. عمر بن الخطاب was the not of أبو بكر كان الايه لسيدنا أبو بكر كان successor كان الخليفة بتاعه. he is his daughter his entire state هو ايه بنته his entire state الولاية بتاعته يبقى bequeathed يعني ورثها. طبعا ما بنتكلمش على سيدنا عمر او سيدنا ابو بكر. ابو بكر was the not rightly guided caliph كان انهي واحد في الخلفاء الراشدين كان the first اول واحد. some of the Arab apostatized from Islam بعض من الناس العرب بدأوا يرتدوا عن الإسلام after the prophets ايه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم death. When the prophet died لما الرسول صلى الله عليه وسلم مات أبو بكر reminded the crowd بدأ يذكر الجمع that the prophet was إيه إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إيه كان a human being كم واحد من البشر وما كان محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم
زياد بن ثابت was appointed عين to a the Quran انه يعمل ايه في القرآن؟ يبقى to collect يجمع القرآن. before his death قبل وفاته ابو بكر ايه عمر بن الخطاب as his successor، عاوز اقول عينه اللي هو هيبقى الخليفة بتاعته nominated. when ابو بكر died لما سيدنا ابو بكر مات he left a for his family ترك ايه لعيلته؟ nothing ما تركش اي حاجة للعيلة. ابو بكر was a senior ايه كان companion الصديق الأصلي للرسول صلى الله عليه وسلم. After the prophet's death بعد وفاة الرسول أبو بكر was a to be the first caliph. إيه إن هو يبقى أول خليفة؟ accepted اتقبل إن هو يبقى أول خليفة. أبو بكر faced a number of واجه عدد من الإيه during his reign أثناء الحكم بتاعه uprising ثورات انتفاضات. not wars الحروب الايه took place حصلت during the reign of ابو بكر اثناء الحكم بتاع ابو بكر يبقى apostasy اللي هي حروب الردة. when the prophet died لما الرسول صلى الله عليه وسلم مات some groups of people بعض مجموعات من الناس refused رفضوا to pay ان هم يدفعوا ايه obligatory alms اللي هي الزكاة. ابو بكر decided to fight بدأ يقرر ان هو يحارب all opposites كل الناس الopposites اللي هم المرتدين to a the Muslim state again عشان ايه الولاية الإسلامية مرة تانية عشان consolidate يبدأ يوحدها ويجمعها مرة تانية. دول كده يا دكتورة أول درسين في يونت 1. أقدر أقول لكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.